هنا هذا تعوي، ابقى عوي بعدين نتكلم على بثوثك. خلينا نشوف يا داعم هسه راح ينزل دعم ويطلع وياه بالبوست هذا الفيديو. يلا يا زوج من ذول الازواج، يلا يا داعم رسمي ادعمني. يلا الداعم الرسمي ليوسف لاز وينك؟ اهم شيء المحبه والدعم. محبه طبعا الرسول قبل الدعم، يابا مع النبي بعد نبي قبل الدعم، يعني شلون الهديه مقبول؟ يا زوجي يدعمك؟ يعني تعرف زواج اللي يدعموك. يا بائع الوهم كم تبغي به ثمنا، تسخو بنفسك كي تجني به مالا، ترجو النوال ذليلا في محافلهم، والعز صعب فلا يشترى وإن نالا. ما قيمة المرء إن ضاعت كرامته، وأصبح الجهل في دنياه موالا. ارفع مقامك فالأخلاق مفخرة، نور الكرامة يعلو الجاه والمال. بدل ما تضيع وقتك يوميا على محتوى هابط ما يفيدك بشيء، يعني حتى إذا تدعموه يقول عليكم زواج، جبت لكم فرصة حقيقية ممكن تغير مستقبلك. كورس لتعلم اللغة الإنجليزية أونلاين بشكل مباشر وجها لوجه مع المدرس، مو مجرد فيديوهات مسجلة، لا الدرس برايفت بالكامل، يعني أنت والمدرس فقط، ماكو مجموعة طلاب، حتى يتركز الدرس عليك وحدك فقط أنت وتتطور بسرعة. والأجمل من هذا أنه تقدر تختار مدرس أو مدرسة حسب اللي أنت ترتاح له، والسعر تقريبا شبه مجاني مقارنة بقيمته الحقيقية. خليك صريح مع نفسك، كم ساعة ضيع يوميا على التيك توك ومتابعة الناس التافهة؟ جرب هذه المرة تستغل وقتك بشيء يفيدك. اترك السهر على التفاهات وابدأ تعلم اللغة، تفتح لك أبواب بالعالم. حتى لو ما عندك شهادة، اللغة الإنجليزية بحد ذاتها تعتبر أقوى من الشهادة. تقدر تشتغل بأي دولة بالعالم بس مجرد أنت عندك لغة إنجليزية. إذا تريد تطور من نفسك وتبدأ خطوة حقيقية لمستقبلك، روابطهم بصندوق الوصف، تواصلوا وياهم وشوف الخصومات الرهيبة. Hey, so you still can't speak English the way you want, right? Well, I could keep telling you that I can solve your problem through a private course, not just teach your curriculum, or that we've been getting 5-star reviews for 4 years non-stop, or that I myself am a real example that fluency is achievable even if you've never lived in the US or any foreign country. But that would all just be marketing talk, right? Wrong. That's because you can't actually join the course or pay any money before attending a free placement test with me, where I explain to you how I reached fluency and how you can too, if you understand your specific challenges and work on them with a professional instructor. Stop pausing your progress and stop wasting better chances. Book a free placement test today. يعني إذا أكفر بالله يقولوا ليش تكفر، وإذا أكفر بالإسلام يقولوا ليش تطلع من الإسلام. يعني هالسنة مشتغل ب2000 قصله وصل ب50، ليش؟ شو مسوي؟ امك اجازه ما عندي، ابن شفتني اسوق اعوج، ابن القندره. يلقي الكبائر كي يغدو به علما، ويحسب الكفر في الأقوام إدلالا. يقول ما لي إذا كفرت عاتبني قومي، ويزجي عن الإلحاد أقوالا. تريد لايكا بسب الله يا خجلي، بلغت في السفل والمحتوى إذلالا. ما قيمة المرء إن ضاعت بصيرته، وصار فكره بين الشك قد مال. صار الكفر موال، شجاكم شنو هالجيل اللي طالع بالعراق؟ يا ناس يا عالم، راح أصدمكم بهاي الحلقة شنو صار وياي. علي عماتي لا بعمامي لا بحتى عماتك وعمامك. هاجر عدنان، العفو الإعلامي قحطان عدنان، انتقدتك مرة من المرات وانت رديتي عليه الظاهر وما وصل منشورك. أنا ما رديت عليه، بس من خلال كاميرتك أريد أرد عليه. تردين على قحطان عدنان؟ حساباته هو قوية. لو بخير ما يحكي علي، لأن أنا لا صعدت برقص ولا صعدت بسوالف مو زينة، ومن أسب عماتي وعمامي هو ما يتدخل، أنا على أبو عماتي لا أبو عمامي لا بحتى عماتك وعمامك. ما دام أنت سبيتني أنا أرجع وأسبك، وما إلك أي حق تغلط علي وتتدخل بي. ولو بخير ما يصعد براس المشاهير وبراس منو هاي ومنو مستضيفها؟ وليش تستضيفون شكو هابط بالأسلوب؟ ليش؟ والله حرام ما يجري والإبداع قد خفتها. فرق تعد شهورا تعبا وأعمالا، تصوير جهد وبرامج متقنة، لكنها في زحام الهبط ما نال. ويطفو الرديء على الشاشات مفتخرا، ويأخذ المشهد الأعلى وإقبالا. أين الرقابة عما قد نراه هنا؟ حتى غدا السخف في الإعلام أبطالا. ما قيمة الفن إن ضاعت رسالته، وصار هبط المحتوى يجنى به مالا. هاي منو انتو جايبيها؟ هاي قبل فترة كانت تسب، ما ادري اخذت جائزة المدري شنو، اجمل المدري منو بالعراق، وانتو جايبيها مثلا واحد والله خير منها. تعطينا فلوس
اعطيني فلوس، اعطيني مبلغ مال فلوس قليل هالقد كذا. شهرية يعني متفقة وياهم مليونين بس شهرية، ما عدا الإعلانات الواحد. انت اللي تسبين شهريا تاخذين ملايين من الاعلانات، هاي ايش دا يصير؟ طبعا هذا الشعر انا ما اقصد به شخص معين، لسين من الناس راح اقول: تلك التي محتواها الرذل شامخة تجني الملايين ارزاقا واموالا، اعلان كذب وتصوير بلا قيم، والجهل يرفع من للحق قد مال، تلهو وتلعب والاموال تتبعها، والعلم يبكي واهل الجهل قد نال، باعوا المبادئ في سوق الرخيص سدى، حتى غدا السخف للأجيال مثالا، والصدق يخفت في زخم التفاهة إذ صار الهبوط طريق المجد والمال، أين الرقابة عما قد نراه هنا، حتى غدا السخف للأجيال مثالا. أدري شبيك أخوي، شبيك ليش هيك ترقص؟ معقولة تريد تميز نفسك بهيك رقص؟ الإنسان يتميز بعمله، بصوته، بأخلاقه، بأسلوبه ويا الناس، مو برقص نشاز يضحك العالم عليه. والله ما أدري، هم حد قايل لك أنه رقصك ما حلو؟ الغريب أنك متصور نفسك تقدم فن، والغريب أنك مطرب، والمطرب المفروض صوته هو اللي يتكلم عنه مو حركاته. الفن الحقيقي يخلي الإنسان واقف بثقة قدام الناس، مو يخليه يتمسخر حتى يجذب الانتباه. يعني انت هم متخيل انه انت شلون تجذب الانتباه؟ يمكن البعض يشوفها تسليه، بس الفن مو تسليه رخيصه، وانا بصراحه ما احب اظلم احد بكلامي، ولا عندي عداوه وياك ولا ويا غيرك، الله يرزقك ويوفقك، ولهذا الحقيقه راح اتركها للمتابعين. هل هذا تشوفوه فن فعلا لو مجرد محاوله للفت نظر باي طريقه؟ كتبوا لي بالتعليقات. البتنجان اخذ الكفته في حته تانية. انت لا تاكل لو دا تتمضمض، صوت التمطق اخذنا بحته رابعه. شنو اول كلمه تجي بتفكيركم من تشوفون هيك محتويات؟ اكتبوا لي بالتعليقات. ولو هذا الفيديو من مصر، تحياتي لمصر ولشعب مصر الطيب، بس هذا الفيديو هوايه اجاني ترى. نشرت فيديو احكي بيه عن ظاهره الكفر المرعبه، واللي صار بعده بصراحه شيء صادم. الاف التعليقات صارت جو الفيديو اللي نشرته، مو بس كفر بل تجاوز علني على الله سبحانه وتعالى. يعني وحتى بالخاص وصلتني رسائل بنفس الاسلوب، كلها تكفر وتسبب الله سبحانه وتعالى. يعني أحد الأشخاص تحديداً تمادى أكثر من غيره، وهذا طبعاً جزء من تعليقه، جزء من عشرات التعليقات اللي جتني خلينا نقول. فكتبت له بكل وضوح: ترى صورت تعليقك وحسابك وراح أرسلها للأمن الوطني. رد عليه باستهزاء قال ويا ضحكة: لا عليك العباس. المهم دخلت على حسابه وصورت صفحته، وبعدها بثواني وصلتني رسالة من حسابه الثاني يقول لي هذا الحساب مو إلي. طبعاً بعد ثواني من تعليقه، يعني هو فضح نفسه بنفسه وكتب لي هذا الحساب مو إلي، أنا اللي علقت. يعني قبل شوية كان يتمادى ويتجاوز، بس مجرد ما حس أنه الموضوع ممكن يصير به مساءلة قانونية صار يقول مو أنا. وهو أصلا طلع عليه شكوى من وزارة الداخلية بسبب محتواه. يعني بس خلوني أسأل سؤال واضح: ليش صار تجاوز على رب العالمين علني وبهذا الشكل الجريء؟ ترى أغلب الدول العربية اللي يتجاوز على الدين أو يكفر علنا يتحاسب قانونيا، وهي مسألة ما بيها مجاملة ولا نقاش. هذا أنت من واحد دا يكفر، هسه ما علينا يكفر بينك وبين نفسك، احنا ما لنا علاقه، بس من تكفر علنا وفوقها بالسوشيال ميديا حتى مو بشارع، ترى هذا شيء مرعب، هذا لازم يتحاسب قانونيا، هذا ما بيه مجامله، الكفر ما بيه مجامله، الحريه مو معناها الاساءه لله سبحانه وتعالى وللائمه، واللي يكتب كلمه لازم يعرف انه الكلمه لها مسؤوليه. يعني انت من علقه هذا التعليق تسب الله سبحانه وتعالى، انت عليك شكوى من وزاره الداخليه، انت وين تريد توصل؟ ادري انت وين تريد توصل. اكفر بينك وبين نفسك لا علنا. والله غريب امركم. واحد وحريته، يعني هسه انت مثلا اذا واحد شنزع ينزع، انت الله مثلا استغفر الله تدخل يمشي ما يخلصش، كل واحد وحريته، يعني هو والله. يصورون للبنات الصغار انه الحجاب هو العائق الوحيد بوجه النجاح، بينما الحقيقه العائق هو الجهل والفراغ. الغرب وصلوا للقمر بذكائهم، وهذول عبالهم يوصلون للتحضر اذا طلعوا شعرهم. الحريه مو باللي تنزعيه من راسك، الحريه باللي تخليه داخل راسك. اذا كان عقلك فارغ ما بغير تفكير باللايكات والشهره تافهه، فانت سجينه لو تلبسين 100 حجاب ولو تنزعين 100 بلوز. المشكله مو بهذا الغطاء على الشعر،
المشكلة باللي جواه. بس ملاحظة يمكن هذا الكلام ما يعجب البعض، بس الحقيقة لازم تنقال. مو كل وحدة مو محجبة معناها إنسانة سيئة أبدا. أكو بنات غير محجبات أخلاقهن عالية ومحترمات، وبنفس الوقت أكو محجبات تصرفاتهن أسوأ بكثير من غير المحجبات. نرجع لهذه النماذج. عجيبة هذه الثقافة اللي اختصرت الحرية بشمرة شال. يعني المشهورة تقنعنا أنه كانت مستعبدة وطالعة من السجن بس لأن نزعت الحجاب. الحرية الحقيقية هي تحرر العقل مو تحرر الرأس من القماش. واحدة منهن من يخلص عندها المحتوى وما يبقى عندها شيء تقدمه، لا فكر لا ثقافة لا علم، تروح تركض لورقة الحجاب حتى تسوي جلبة إعلامية. هاي مو حرية، هاي استراتيجية تسويق رخيصة على حساب القناعات. هي تقول حرية بس بالحقيقة هي انتقلت من التزام ديني إلى عبودية لتعليقات الناس ولايكاتهم. صارت محكومة بنظرة المجتمع الجديد اللي تريد ترضيه. يعني استبدلت بنظرهم قيد بقيد ألعن منه. يلا اللي ضمن حيل في ريحة زبالة. بيهن ريحة شنو؟ زبالة؟ انتوا واصفين نفسكم، يعني تعرفون زين هاي ريحتكم. هاي الثلة من الشخصيات هي اللي متربعة على السوشيال ميديا العراقية، وبسببهم المحتوى الزين اندفن تحت الركام. صار كل شيء رخيص يطلع للواجهة وكل شيء محترم ينزاح للظل. إلى متى؟ الرجعة أديتها للرجعة أديتها. لا رجعت أنا مو راح أكون مثل شيرين عبد الوهاب من ترجع كل مرة لحسام حبيب. لا أنا هعبر الليفل مال شيرين، حصير شيرين فرع العراق. بنات شنو شيرين؟ شنو انتي؟ اللي كان بينكم يوم من الأيام كان اسمه عشرة وكان بيه خبز وملح وذكريات. هسه دكافي ما مليتي؟ شو عبالك ما صدقتي تنفصلين حتى تنشرين أسراركم بالبث المباشر؟ كملي. عندنا عرس أو عندنا فاتحة ما يصير ولا يسلم على إيدي. ولا يسلم على إيدك؟ شلون؟ يعني بما معنى شنو الانحلال الأخلاقي؟ إنه ابن خالتي من أني أكبر أو أبلغ أو ابن عمتي ما يصير يسلم علي ويحضني تحت باند عندنا عرس أو عندنا فاتحة. فما يصير تحت أي باند أحد يحضني. بند مو باند، اسمه بند. يا هسه افتهمتوا قصة طلاق هاي المرشح مال الانتخابات. تعالي خلي احكي وياك حكي يجوز ما سامعته من احد بحياتك. الى متى تطلعون اسراركم الزوجية للعلن؟ اذا انتهى الزواج خلوه ينتهي بكرامة، مو كل يوم فاتحة بث وتسبين بيه. الطلاق نهاية علاقة مو بداية حرب إعلامية. والمشاكل الزوجية إذا صارت محتوى للناس، أول شيء ينكسر هو احترامك لنفسك. تدرين أنت هسه احترامك انهز بين الناس؟ روح اقرأ التعليقات كلها فشار عليك. ما تحسين على نفسك والله عيب. أنا أنقر على هاي الأشكال اللي بينك وبين زوجك كان بيت وأسرار وعشرة، مو مادة يومية للسوشيال ميديا. وبالنهاية شنو النتيجة؟ الناس تتفرج دقيقتين ثلاثة بس الاحترام يضيع سنين. حسوا على نفسكم، حسوا كافي. كل على مود بث مباشر، على مود وردة وردتين، كل وردة بسنت تحصلون. والله ما أدري شلون تفكرون. صار فترة وجاي نشوف تجاوزات وإساءة للذات الإلهية وللأئمة، والموضوع مو بس توقف عند الإساءة بل صار اكو جرأة غريبة بنشر هاي الفيديوهات والتباهي بالكفر. شنو الغاية من هذا الاستفزاز؟ ولوين تريدون توصلون بهذا الأسلوب؟ التطاول العلني على مقام الإمام الكاظم عليه السلام ونشر فيديوهات تتضمن كفر وإساءة للرموز الدينية هو فعل يعاقب عليه القانون بتهمة ازدراء الأديان وإثارة الفتنة. الجرأة في المجاهرة بهذا العمل تتطلب وقفة حازمة وإجراءات قانونية واضحة للحد من هذا الانفلات الأخلاقي. يعني رئيس هيئة الاتصالات دا تشوف، وزير الثقافة دا تشوف، دا تشوفون. حبيبي تباعي وشن راح؟ مع حبيبي تباعي مع المحتوى الهابط وزنة المحتوى الهابط. بس ما هسه دا يعرض شخص ينزع ملابسه ببث مباشر وقبال بنات وببث مباشر، واللي دا يتابعوه بال40-50 ألف. للعلم أنا غطيت الفيديو احتراما لكم، وللعلم هذا الشخص قبل فترة طلع من السجن بتهمة محتوى مخل بالآداب العامة ورجع ينشر نفس المحتوى إذا مو أسوأ. يعني إلى متى هذا الاستهتار بالسوشيال ميديا؟ إلى متى البعض يتعامل ويا المنصات وكأنه مكان للفوضى وقلة الاحترام؟ الغريب مو بس بالفعل نفسه، الغريب أنه نفس الأخطاء تتكرر بعد السجن وكأنه ما صار شيء. السوشيال ميديا صارت عند البعض وسيلة للشهرة بأي طريقة. يعني لا سجن أدبه ولا قانون صار رادع له.
رجعوا بكل صلافة ينشر محتوى أتعس من الأول. إحنا لوين رايحين بهذا الاستهتار؟ السوشيال ميديا صارت عبارة عن مزبلة للي يسوى واللي ما يسوى، وإذا ما نوقف بوجه هاي النماذج باكر الجيل الجديد كله راح يعتبر أنه هذا القرف هو النجاح والترند. ظل مودي لها الله. حكي ابو على الصورة، حكي ابو على الصورة. ايش فيك؟ ما لك غلط. والله احلى فرك ما لك غلط. راح افوته ما لك غلط. ايه شنو هذا الوجه؟ صراحة أنا أحسن. فارق. طبعا هذا بث مباشر بعد السحور. أنا هواية جاني هذا البث المباشر من عشرات المتابعين. أحب أوضح شغلة، هاي الفيديوهات مو أنا أبحث عنها مثل ما قلت لكم، أغلبها تجيني من المتابعين. هذا البث تحديدا مختصر من بث مدته ساعتين أو ساعتين ونص، كله كلام بذيء وألفاظ خادشة للحياء بشكل مقرف. وللعلم هذا الشخص طالب صيدلة، ويصير أخو ذاك الشخص اللي قبل فترة توقف بتهمة نشر محتوى مخل بالآداب العامة، هسه قبل شوية عرضت لكم إياه. المشكلة مو بس بهذا البث، هذا واحد من مئات البثوث اللي دا يصير بالسوشيال ميديا العراقية يوميا. والله اللي دا يصير مرعب وخطير، وأقولها بصراحة اللي دا يصير بالسوشيال ميديا اليوم أخطر من الحرب، أخطر حتى من الأزمات الاقتصادية. سؤال واضح وصريح إلى وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني ووزارة الثقافة وهيئة الإعلام والاتصالات، دا تشوفون لو لا؟ دا تشوفون لو لا؟ ليش هذا التباطؤ باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء بالسوشيال ميديا؟ وأكيد أنتم دا تشوفون، لأن هاي الأمور ما ممكن أن تنخفي. بس السؤال الحقيقي، ليش هذا السكوت؟ ترى هالنوع من المحتوى مو مجرد تفاهة، هذا تدمير للأخلاق والوعي العام وتأثيره على المجتمع أخطر بكثير من الأزمات اللي دا تصير، اللي دا نمر بيها. اللي نتمناه هو تحرك فعلي وحازم. هاي السموم دا تدخل لكل بيت، وإذا ماكو قانون يضرب بيد من حديد راح نفقد السيطرة تماما. حماية أخلاق المجتمع هي أمن قومي، مو مجرد حرية شخصية. كان وياكم مصطفى الحسيني، وفي أمان الله.